سعيد. أنا الآن متواجدة في مركز اتحاد المثقفين في مقاطعة قامشلو، حيث يوجد اليوم كان هناك ندوة حوارية تحت عنوان واقع الصحافة الكردية في مرور الذكرى السنوية ليوم الصحافة الكردية، والتي تصادف ب 128 عاما. طبعا حقيقة سعيد، منذ صباح اليوم كان هناك تكريم لعدة صحفيين ووسائل إعلامية، وأيضا كان في هذا اليوم هناك ندوة حوارية أقامها اتحاد إعلام الحر بمشاركة عدة من المثقفين والصحفيين والمجتمع المدني من أجل الحديث حول واقع الصحافة الكردية في هذه المرحلة. طبعا للحديث أكثر حول هذا الواقع أريد أن يكون معي هنا الدكتور صالح رمو، وهو أحد مثقفين مقاطعة الجزيرة. دكتور أهلا وسهلا بك، تفضل إذا سمحت. يا مرحبا، الله يعطيكم العافية. نحن طبعا جايين هالمناسبة، مناسبة الصحافة الكردية 128 سنة. طبعا نشوف واقع الصحافة الكردية دكتور اليوم. الصحافة الكردية طبعا اليوم لا يقارن بالماضي بشكل نهائي، لأنه الواقع الحقيقي اللي هلا عم نشوفه، أنا أتذكر قبل ما كان في اسمه صحافة، قبل 20 سنة الأعداد قليل جدا، الإمكانيات ضئيلة، الشهادات العليا اللي كانوا صحافيين عدد قليل، بينما بنشوف هلا اعداد ضخمه من الشباب الجدد بالصحافه على كافه المستويات بشكل بروفيشنال. اثنين، تطور غير طبيعي خلال السنوات ال15 الجديده بنتيجه الاحداث المتلاحقه وتغطيه هالاحداث. طبعا تطور الصحافه وتطور الاعلام اجى مع وجود الأحداث الجديدة اللي أدى إلى تكثيف العوامل الأساسية اللي بتؤدي إلى تقدم الصحافي. واليوم طبعا الشباب والصحافيين لا يقارن، يعني نحن اليوم ما نقدر نقارن بالماضي. قبل ما كان في عدد الصحفيين عدد قليل جدا، مئات الشباب اليوم بيشتغلوا بالصحافة وبشكل بالتلفزيونات وبالإعلام وبالميديا، وعلى مستوى الوطن العربي، على مستوى المحلي، على مستوى الدولي، يعني عملية تطورية بشكل مستمر. دكتور، كيف فينا اليوم نرسخ مفهوم الصحافة الكردية أو المرحلة اللي نحن وصلنا لها كإعلاميين كصحفيين بعد 128 سنة؟ أنا باعتقادي الصحافة الحقيقية لازم يكون في مصداقية مطلقة بنقل الخبر حتى نكون واقعيين ونطلع إلى الأمام. يجب أن يكون هناك مصداقية مطلقة للصحفي، حتى الإعلام الحر، حتى الكلمة الحرة تكون فيها مصداقية، لأنه إذا ما في مصداقية ما أتوقع حدا بيستمع إلى المقال أو الصحافي أو الكلام أو الإعلام. يعني وجود الحدث بوضع الطبيعي وتقديمها بشكل صحفي بشكل دقيق بيعطي نتائج إيجابية. وهي حقيقة، هاي واقع. يعني الصحافة الكلام الحر، المعلومة الحقيقية، الحدث بتقدمها مثل ما هو. دكتور، حاليا سوريا بمرحلة الحكومة الانتقالية، مرحلة الدمج، مرحلة الاعتراف بحقوق الكرد الثقافية والسياسية. كيف فينا نضمن حقوق الإعلام الكردي أيضا بهالمرحلة؟ أنا بقناعتي لا يمكن للإعلام يتطور وحق الإعلام إلا إذا تحقق الحقوق الأساسية للشعب الكردي في مناطقنا، لأنه الإعلام مرتبط بالسياسة والسياسة مرتبط بحقوق الشعب. فلما نحن نضمن حقوقنا بالدستور السوري، ومن ضمن حقوق الإعلاميين، حقوق الصحفيين بالمدارس بالجامعات بشكل طبيعي، بده يتطور إجباري. نتمنى بهالواقع الجديد وهالحكومة الجديدة والواقع الجديد يصير فيها تطور، ويعطى بالأخص المرسوم 13 اللي أعطاها الرئيس مرسوم جيد، مرسوم كويس. نبني على هالمرسوم وضع جديد في الدستور السوري، طبعا باعتبار هلا حكومة مؤقتة، بكره الدستور الدائم. نتمنى انه حقوق هالشعب الكردي يدخل ضمن هالدستور السوري، ومن ضمنها حقوق الثقافة، حقوق سياسية، حقوق اجتماعية. نعم، جزيل الشكر لك دكتور لهذه المداخلة، ونتمنى التوفيق والتقدم لجميع الصحفيين والإعلاميين ولمسار الصحافة الكردية في هذا اليوم. شكرا لك. الله يعطيكم العافية، ونتمنى الشكر لكل الصحفيين ولكل الشباب اللي ما بيبخلوا بجهد في تقديم المعلومة الصحيحة
وفي خدمة الشعب وخدمة الدولة وخدمة الوطن. شكرا لك دكتور. إذا سعيد كما تابعت معي هذه المداخلة من قبل أحد المتواجدين في هذه المحاضرة أو نستطيع الندوة التي تخص اليوم واقع الصحافة الكردية، والتي تطورت نستطيع أن نقول تطورت بواقع ملحوظ خلال هذه السنوات. طبعا بهذا اليوم سعيد أيضا أريد عبر هذه النشرة الإخبارية وعبر هذا البث المباشر أن أبارك لكل طاقم فضائية روجافا ولكل الصحفيين والإعلاميين بمناسبة يوم الصحافة العالمي، وأن أبارك لك ولكل إعلامي ينقل الصورة الحقيقية والواقع في هذا اليوم.